داوود بمواجهة عبد الرحمن وديمي داوود. جول أول لنادي نفط ميسان لفرسان المملكة، ورقصة الأسمراني من ديمي داوود. والهدف الأول من السنغالي ديمي داوود يسجل أول أهداف المباراة. الهدف الأول لنادي نفط ميسان. طريقة الاحتفال وهذه العادة، نعم، للقطة الهدف من علامة الجزاء وديمي داوود، وأول أهداف المباراة لنادي نفط ميسان. الملعب نقلة للأمام عند اللاعب داوود لعلي كوتي، يعود في منتصف الملعب. هنا نقلة من علي لطيف. جول 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 نفط ميسان ولفرسان المملكة. نعم، لمسة البديل والهدف الثاني بالمباراة لنادي نفط ميسان، وثاني أهداف المباراة بلمسة رائعة من البديل إلى هذا الفتى الجميل لسجاد جبار، يسجل الهدف الثاني بالمباراة. سجاد جبار، وثاني أهداف اللقاء لفرسان المملكة، والهدف الثاني لنادي نفط ميسان. والشخص الثاني لهذا اللاعب بهذا الموسم هو سجل في مباراة ترميل هدف التعادل. شاهد لمسة الذكاء من علي لطيف، قال له هاك روح سجل يا سجاد. سجاد نعم يرفع الكرة بذكاء بطريقة رائعة من اللاعب سجاد جبار، وثاني أهداف المباراة عن طريق اللاعب سجاد جبار. تبقى النتيجة والأفضلية بهذا التقدم هو بهدفين لنادي نفط ميسان لصاحب الأرض. كذلك نادي مطالب من أجل تحقيق النتائج الإيجابية والفوز والنقاط الثلاثة، خصوصا خوسيه سواريز يعود 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 للحدود. نعم، الآن عاد الحدود عن طريق خوسيه سواريز يخلص نتيجة المباراة 2-1. أصبحت الآن بتصويبة رائعة. شاهد بعد ما ارتدت الكرة ومن خارج منطقة عدت لمصلحة نادي نفط ميسان بنقلة مرت لعلي لطيف. عدى لطيف داخل منطقة 18 وأوكيكي يحاول بأن يعيد الكرة من علي لطيف، والثالث مرت أوه لا 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 يا علا، لا يا علا، لا، بهدف وبكرة لا تصد ولا ترد. خلاص هذا رد يقول لا كلام. فهنا علا، يا سلام يا علا، لا كلام بهذه الإشارة، يقول لا كلام. من يقصد بهذه الإشارة علا. شاهد يا علا سعد بتمريرة من أوكيكي بعد أن عادت من علي لطيف، وعلا سعد بمقصية رائعة يدون الهدف الثالث لنادي نفط ميسان. الله 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 الله. 3-1 وعلاء سعد يوثق الهدف الثالث بالوقت القاتل بمقصية جميلة لنادي نفط ميسان. 3 أهداف.